السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ بخير تكونوا ان شاء الله بالف خير. اليوم قصة جديدة مغربية واقعية 100%. قصة بنت مولات البغرير. هذه هبة عائلتها تتكون في 5 الافراد. كانت عايشة غير مع الام ديالتها، والاب ديالها كان متخلي عليهم من كانوا صغار. كانت الام ديالتهم هي اللي تتخدم عليهم، وكانت تتبيع البغرير. كانت اي حاجه تديرها على قبل وليداتها، كانت تتلح في اي حاجه. وكانوا عندها 2 بنات اخرين وجوج ولاد. وهنا فين بدات المعاناة ديال مولات البغرير مع بنياتها او وليداتها. كانوا بنياتها ديك الساعه كانوا صغار، وكانت تقريهم وتتكافح عليهم، وكانت غادا معاهم دقه دقه. شويه المراه الحمل تقال عليها، ما بقاتش قاده على وليداتها يدخلوا يقراو كاملين. ولات قرات غير البنت الصغيره والولد اللي تابعها، يعني 2 اللي قراو في الدار وجوج الاخرين ما قراوش، كانوا هما الكبار. كانت البنت ديالتها الكبيره جاتها السن المراهقه مجهده، وهنا في بدات معاها المعاناه. كانت البنت تعرفت على واحد البزناز، ولا تتهرب معاه، ولا تبغى تزوج به الصحه، والام ديالتها ما بغاش تزوجها به. وهنا فين وقعات المشكل، البنت هربات معاه، ما تسوقتش الام ديالتها، مشات هربت معاه وجلست معاه مده وهي هربانه معاه. حتى لواحد النهار الام ديالتها ساقت الخبر فين كاينه البنت ديالتها، ومشات هذيك الساعه وهزت راسها ومشات تدخلت عليهم. بعد ما دخلت عليهم وشدت بنتها من الشعر وخرجتها وجرجرتها حتى للدار. وبعد هذاك خينا صيفطات ليه البوليس، ولكن البوليس ما صوروا معاه حتى شي حاجه، كان هرب ليهم. ولكن البنت كانت عفريتها، كانت باغيه السيد تزوج به باي طريقه. كان لاعب لها على دماغها او داير لها غسل الدماغ. هنا امها شافت حتى عيات وسلمت امرها الله، خلاتها تزوج بيه. قالت ليها قول لي يجيب عائلته ويزيد تزوج بيك، وهذاك الشيء اللي داروا. من بعد ما جاب عائلته وزاد تزوج بها عطاتها ليهم وتهنات من هذا المشكل. البنت ما عاشتش فرحانه معاه، ولات يعنفها ولات يصلخها، ديما جايه غضبانه. وبدات تحملت معاه البنت الاولى والبنت الثانيه، ولدت معاه 2 بنيتات. كانوا ديك البنيتات فنين ايه في الجمال. حنا غنرجعوا البنت ديالتها هند. البنت ديالتها هند كانت بعقلها ومتبته وعارفه شنو باغا. كانت غاده دقه دقه. هنايا كانت تعرفت على واحد الدري في المدرسه، كانت تقرا هي وياه. كان داك الدري كمل قرايته، هي كانت ما كملت قرايتها، حبسات حيت الوضع ديالهم كان ما عندهمش. كانوا ناس مساكن، الغدا على الله والعشاء على الله. يعني كانت ماما راك تعرفوا الناس اللي خدامين في البغرير، يعني الناس راه خدامين وبالصالير ديالهم ويلا ويلا. وهنايا كانوا وليداتها حتى واحد باقي ما خدمش ليها، بقات خدامه هي في هاد الدومين، وبقات بحال هكا مسكينه تتكافح على وليداتها. ولكن الام ديالتهم كانت مرا قبيحه وواعره مع وليداتها، وكانت ما تتحنش فيهم. الراجل ديالها كما قلت لكم كان ما طلقهاش، هرب عليها ومشات تزوج بوحده اخرى وتخلى عليهم. كان ما تيصرفش عليهم وما تيعطيهم حتى درهم، وكانوا تيعرفوه ان عايش بخير على خير، وكانت توصلهم خبارو، وكان تيجي يطلع عليهم مره مره. ولكن ما كانش حاسين بداك الحنان ديال الاب ديالهم. ولكن هاد البنت بنتهم اللي سميتها هبه كانت عندها واحد العلاقه مع الاب ديالها، كانت تتبغيه، ولكن هو ما كانش دايها فيهم. المهم بقاو على هاد الحال وبقاو معايشين مع الوضع وبقاو هكا. حتى لواحد النهار هاد الولد اللي كان تعرف على البنت ديالتها هبه كان توظف مع المخزن، كان شد واحد الوظيفه زوينه، وكان هنا قرر يتزوج بهاد البنت هند. هنايا من جا بغى يتزوج بها، كان الخدمه ديالته دارت لونكيط على العائله ديالتها واش يمكن ليه يتزوج بها ولا لا. وهنا مسكينه كانت مخلوعه وخايفه اللي ما يقبلوش ليها على الزواج ديالها مع الراجل اللي بغات واللي تمنات، وهو اللي غير ليها الحياه ديالتها.
حيت حاشت محقورة ومظلومة وما عمرها ما شافت نهار زوين مع العائلة ديالتها. كانوا عايشين غير مقموعين، والام ديالتهم كانت زيدهم حتى هي بالقمع، بقوة مسكينة حتى هي ما عندهاش، كانت تعطي الحر لوليداتها. وهنا كانوا وافقوا انها تزوج بيه، وصافي كانت تزوج بيها، جاب عائلته وتزوجوا، وكان عيشها على خير وبخير، شرى لها الدار والطوموبيل وعاشوا بخير. يعني هاد البنت كانت تصوفات بوحدها في العائلة ديالتهم. وهنا ولات تتحن في عائلتها وولات تطرف عليهم، الحكم الراجل ديالها خدام واحد الوظيفة زوينة ويعني بخير عليه، ولات تتصرف على دارهم بشوي بشوي. المهم ما بقاوش في هذاك الحال. المهم الام ديالتها كانت جلسات من البغرير، حيت كانت ولات مرا كبيره وعيات. ولكن كانت البنت هبه كانت تستعر من العائله ديالتها، كانت ما تترضاش بيهم، ومن تيجيو عائلة راجلها كانت ما تترضاش، يعني كانت تحشم من العائلة ديالتها. كانت النهار اللي تمشي تبات مع دارهم ويقول لها راجلها نمشي معك، راجلها ولد الناس، كانت تدور لدارهم وتقول لهم شنو ديروا وشنو طيبوا وبدلوا حوايجكم ولبسوا مزيان وهضروا مزيان، كانت تقريهم في التليفون شنو يديروا. والحكم الام ديالتها، حيت البنت هبه هي اللي تتصرف عليها، كانت اللي قالتها ليها تديها، ما تتقولش ليها لا. وكانت هي البنت اللي مدلعاها الام ديالتها، يعني كانت اللي قالتها ديك بنتها هبه هي اللي تكون. وهنا فاطمه خت هبه البنت اللي كانت هربات مع البزناز وتزوجات بيه، كانت ولات تجيها الغيره من الاخت ديالتها، ولا بيناتهم الغيره، ولا من تيتجمعوا في الدار تيدابزوا، ولا شد ليا نقطع ليك، ولاو ما تيحملوش بعضياتهم. وبالخصوص اختها فاطمه كانت ما تتحملش اختها هبه، كانت على من قل ما هي حاجه تدابز معاها. وهنا الاخ ديالهم محمد قرر يتزوج، كان تيبغي واحد البنت وكان تزوج بها، قصه حب كانت بيناتهم. بعد ما تزوج بيها وداها للدار ديالهم وسكنها مع الام ديالته، وهنا فين غتعيش البنت العروسه الجديده المعاناه وثم المعاناه. يعني البنت كانت عايشه على خير وبخير في دارهم، هي البنت الوحيده في دارهم، كانت الام ديالتها والاب ديالها اللي قالتها لهم تيديروها ليها، كانوا مهلين فيها، كل شيء تيديروه ليها. وبعد ما تزوجات ومشات سكنت مع العجوزة، ما حملتها ما قبلتها وخرجت فيها الحر. كانوا تيكونوا بناتها جالسين وما تنوض حتى وحده من بناتها، تعيط غير على عروستها، تقولها نوضي تشقاي، نوضي حطي، نوضي جيبي، ما تنوض حتى واحد. وهاد عروستها كانت ماشي من دوك البنات الحادقات اللي شقاو، كانت البنت تشقى على قدها، يعني بشويه عليها، وكانت البنت باقا صغيره، يعني ما مولفاش تماره، وكانت تظل النهار كامل وهي تشطح فيها، وكانت ما تقولش ليها لا، اللي قالتها ليها تديرها. ولكن العجوزة ما كانت حاملاها ما قابلاها. وهنايا الاخت فاطمه ديالتهم اللي كانت مزوجه بالبزناز، هنا قررت تطلق منه، ما بقاتش قاده تعيش معاه، حيت كانت مرضت وجاها حتى الاكتئاب، يعني صافي ما بقاتش قاده دير حتى شي حاجه. ولا البنت فاشله ما بقاتش تشقى، ولا الدراهم موسخه، ما بقات تهز الطبسيل ما تهزو من بلاصتو. صافي بحال البنت مرضات بقوه المشاكل مع راجلها. صافي هنايا قررت تطلق منه ورجعات للدار ديالتهم، جلست فيها وجابت معاها جوج البنيتات. بعد ما جابت معاها دوك جوج البنيتات، زادت المشاكل في الدار ديالتهم، يعني ما كاين حتى شي واحد خدام وحتى شي واحد ما تيصرف، غير هذيك البنت ديالتهم اللي تجوج بداك الراجل شويه لاباس عليه، هي اللي كانت تصرف عليهم. وهنا الولد ديالها واخا كان خدام كان على قد الحال، يعني هي الله المصاريف ديالو وديال مرتو، وتعطي لمو شي بركه قليله، يعني ما نافع راسو ما نافع مو. وبقاو على هاد الحال، والراجل عيام ما يطلب في المرا باش تصالح معاه، ولكن ما بغاش تصالح معاه، صافي كان طلقها ودا بناتو عيشهم معاه، حيت خلاهم معاه واحد المده وكانت ما تهلاش فيهم.
صافي دا بناتو عاشوا معاه، وهي جاتها من جنة والناس، يعني ما دارت حتى شي رد الفعل، يعني ما بغاتش حتى بناتها، صافي كانت بحال اللي يئست من الدنيا. وهنا مرت ولدهم غيزلان كان ما عجبهاش الحال، صافي ولات تمارة، ولاو البنات جالسين في الدار، ولات الروينة، ولا كلشي. كانت تعيط على هيرية، ديري 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 ديري، صافي ملات، مشات هبطات لدارهم جلست فيها، ما بقاتش بغات تعيش معاهم، قالت ليه كري ليا ولا نتفارق انا وياك. كانت غضبات واحد الايام في دارهم حتى تشوف شنو غيديروا. بعد الراجل جلس مع راسو وفكر ولقى الحياة ماشية هذيك مع دارهم، يعني ما غاديش يزيدوا لقدام. وكان سمع كلام ديال مراتو، وكان خرج كرا لمرتو غيزلان، كرا هو وياه واحد الدار غير صغيرة، ولا خدام تيتكافحوا على الوقت. وهنا البنت قررت حتى هي تخرج تخدم، كان في الاول رافض، ولكن من بعد كان قبل، وخرجت حتى هي خدمات وتعاونت هي وياه على الزمان. وهنايا ولاو بشوي بشوي تي مرة يدخلوا ناموسية، مرة يدخلوا فوطوي، مرة يدخلوا كوزينة، كل مرة يدخلوا حاجة، حتى فرشوا هذاك المحل، حيت كانوا سمحوا في كل شي في الدار، وهبطوا حتى من بيت النعاس ديالهم كانوا ما هزوش. وهنا كانت حملات ولقات راسها حاملة ببنيتها، وفرحوا وفرحوا بهذيك البنيته اللي كانت حامله بها، حيت كانوا جلسوا واحد المده ما ولدوش. بعد ما ولدت ديك البنيته وداروا السابح وعائلتها عاونوها وكبروا بها، وجاوها لي كادوات، ما داروش لها لي كادوات يعني عطاوها الفلوس، يعني عاونات راسها. وكانت شرات واحد الدويره دفعات فيها. بعد ما دفعت هي ويا في هذيك الدار ورجعت لخدمتها، ولاو تيخلصوا هذيك الدار طريطات، ولاو خدابين يعني بشوي بشوي حتى تيحمل الواد. وخا العجوزة ما عجبهاش الحال وما بغاتش، وقالت لهم رجعوا للدار، ولكن هما خداو القرار ديالهم يعولوا على راسهم لا بغاو يزيدوا لقدام. كانت المرا ديالته مقيدة وقادة وبقدودها، وكانت حتى الام ديالتها متعاونة مع البنت ديالها، وكانوا من القليل تيديروا الكثير. وكانت الدار ديالها كملاتها، عاونتها الام ديالتها وكملت الدار، وكانت كتبتها هي والراجل بالنص، يعني كان هو عاطي شوية والمرا ديالته عاطية، وكانوا عاشوا على خير وبخير. والراجل كان ترسم في الخدمة ديالته، وكان طلع منصب زوين، وكان ولا بخير، وتهلا في ميمته وتهلا في خوتو ما دازهمش. وخا الام ديالتهم كانت قاصحه معاهم وما كانتش متهليه فيهم في الصغر، ولكن هو ما دازهاش وتهلا في الام ديالته. وحتى المراه طلعت بنت الناس، وخا دوزت عليها الحرب قالت ليه ما دوش الام ديالتك. وكانت مرضات واحد المرضى خايبه، وكانوا هزوها وداوها للكلينيك وتهلاو فيها حتى ولات لاباس. بعد ما ولات شويه كانوا جابوها عندهم للدار وقابلتها المرا ديالته، وتا ولات على خير وبخير، تبغات تمشي هي بوحدها للدار ديالتها. وهذيك الساعه خلاوها تمشي، وكان تيدوز مره مره تيعطيها واحد المبلغ من الشهر للشهر. وهنا خوتي وحبابي قصتنا تتسالي. ما تنساوش بارطاجيو مع خوتكم وحبابكم وصحابكم، وما تنساوش ديال لايك وتابوناو مع اختكم وحبيبتكم باش يوصلكم ديما الاشعار ديال القناة ديالتي. السلام عليكم.